السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهت مباراة الجولة الثالثة اللي كان فيها مواجهات عربية ساخنة جدا. شفنا نادي الترجي نادي باب سويقة بيستضيف نادي بيراميدز على أرضه وسط جمهوره في ملعب حمدي العقربي في رادس، وكانت مباراة ممتعة جميلة، كان فيها أهداف وإثارة وفرص من الفريقين، لكن خبرات نادي غول أفريقيا نادي الترجي قدرت تحسم المباراة. على الناحية التانية شفنا قمة عربية تانية لما مولودية الجزائر في ملعبه الخالي من الجماهير استضاف النادي الهلال السوداني المتألق في الفترة الأخيرة وبيقدم عظمة، وقدر ان هو المباراه دي يبقى فيها احداث كتير، لكن نادي الهلال السوداني والاداء العالي والفورمه اللي هو عاملها في الفتره الاخيره قدرت تحسم المباراه. على الناحيه الثانيه الجيش الملكي اللي حل ضيف على نادي منياما في ملعب صعب جدا تريتان، وكانت النتيجه رايحه لتقدم فريق صاحب الارض والجمهور، لكن المباراه انتهت حبايب في النهايه. اما على ملعب سان داونز في بريتوريا استطاع سان داونز تحقيق الانتصار على الرجاء رغم المحاولات ورغم كل الفرص اللي كان نادي الرجاء حاول يعملها، لكن صن داونز بخبراته قدر يحسم المباراه. في الفيديو ده احنا جايين نتكلم عن نتائج الجوله الثالثه من دوري ابطال افريقيا. بس ما دام وصل لكم الفيديو ادعمونا بلايك واشتركوا في القناه. يلا بينا ندخل في التفاصيل. نبدا من المجموعه الاولى، المجموعه اللي فيها الهلال السوداني ومولوديه الجزائر ومازيمبي ويانج افريكانز. مبدئيا مازيمبي ويانج افريكانز المباراه تعادلت، انتهت افضل نتيجه لفرقنا العربيه بالتعادل 1-1، بحيث انه الفرقتين ما يبقاش عندهم رصيد نقط كبير وينافسوا الفرق العربيه بتاعتنا. اما المباراه اللي تهمنا مباراه الهلال السوداني ومولوديه الجزائر، او مولوديه الجزائر صاحب الارض والجمهور. مولوديه الجزائر بدا المباراه ضاغط، حاول ان هو يصنع فرص، حاول ان هو يعمل خطوره، لكن اللي كان بجد عاجبني جدا واللي انا لاحظته في نادي الهلال السوداني قدرتهم على الدفاع. فرقه دفاعيا قويه، بيلعبوا بصوره مجموعه دفاعيه قويه، بيعرفوا يغطوا المساحات، بيغطوا على بعض، وفي نفس الوقت عندهم قدره كبيره جدا على استغلال الكور الثابته. كان عندهم هجمات مرتده خطيره رغم محاولات مولوديه الجزائر في الشوط الاول، بس نادي الهلال قدر يحافظ على شباكه. في الشوط الثاني ابتدى نادي الهلال يدخل في المباراه، ابتدى يحاول يضغط ويصنع الفرص ويخلق ويعمل محاولات، وكان في رد من الجانب الجزائري عشان تيجي كرة ثابتة وعن طريق عرضية فوفانا يسجل هدف المباراة الوحيد، وتنتهي المباراة بتقدم النادي السوداني الهلال بنتيجة هدف مقابل لا شيء. طبعا النادي الهلال السوداني بالنتيجة دي بيوصل للعلامة الكاملة في مجموعته، الفرقة الوحيدة اللي في دوري أبطال أفريقيا حتى الآن اللي قدرت تنتصر في الثلاث مباريات، منهم مباراتين اتلعبوا خارج الديار، إن كان قدام مازيمبي أو إن كان قدام مولودية الجزائر. فأنت بتتكلم عن فرقة بتسع نقط، أقرب منافس ليها هو نادي شباب البلوزداد برصيد 4 نقط، مولودية الجزائر بالشباب برصيد 4 نقط. فبنسبة كبيرة النادي الهلالي السوداني يقدر يتأهل للمجموعة الجاية حتى لو خد نقطة من الثلاث مباريات اللي جايين، فهو بنسبة كبيرة جدا في دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا أفريقيا. على المجموعة اللي بعديها المجموعة المغربية اللي فيها الجيش الملكي وصن داونز والرجاء المغربي من ياما. المباراة الأولى جمعت الجيش الملكي ونادي من ياما خارج الديار. طبعا الجيش الملكي في أول 5 دقايق كان عنده القدرة إن هو يسجل هدفين، كان في ضغط كبير جدا من لعيبه الجيش الملكي عشان يخطفوا التقدم في بدايه المباراه. بس من ياما دي انا حاسس ان هي فرقه بتتعامل بالسحر الاسود، يعني كورتين غريبتين كانوا ضاعوا من نادي من ياما، من نادي الجيش الملكي، عشان في الشوط الثاني كرة ركنية ثابتة بطريقة غريبة وعجيبة، المهاجم نادي من ياما يحط كعب رجله من العرضية الركنية تخش في الزاوية القريبة، هدف غريب عجيب ما تفهمش دخل ازاي، وتبقى النتيجة 1-0. الجيش الملكي يحاول يجمل التبديلات بتاعته ويفضل يضغط في المباراة، وعن طريق 1-2 جميل يقدر نادي الجيش الملكي يسجل هدف التعادل، ويكتفي النادي الجيش الملكي بنقطة تخليه لسه على صدارة المجموعة. على الناحية التانية في بريتوريا نادي سان داونز اللي ما بقاش زي سان داونز الفترة الأخيرة، عنده اللعب الجميل والحركية والاستحواذ على الكرة واللمس واللعب من اللمسة بلاعب الرجاء. في أول مباراة دي مع مدربه الجديد النادي سان داونز كان بيحاول يستحوذ على المباراة، بس المباراة كانت سجال ما بين الفرقتين تكتيكيا كانوا قادرين ان هم يلعبوا مباراة جيدة، بس فارق الخبرات من نادي سان داونز حسمت المباراة وقدروا ان هم يسجلوا هدف في نادي الرجاء في الشوط الثاني. نادي الرجاء حاول في اكتر من كره من ثابته وفعلا سجل هدف اتلغى عن طريق الاوفسايد، ان كان في نسبه شك، بس في النهايه اداء نادي الرجاء واللاعبين والمستوى اللي في الملعب اتحسن عن المباراتين اللي فاتوا. صحيح مش ده نادي رجاء البيضاوي اللي احنا منتظرين منه الاداء العالي، بس في النهايه الاداء اتحسن عشان يبقى ترتيب المجموعه بعد نهايه المباريات دي النادي صن داونز في الصداره برصيد 5 نقط بفارق الاهداف عن الجيش الملكي اللي عنده هو كمان 5 نقط. في الترتيب الثالث من يام مفاجاه المجموعه والحصان الاسود برصيد 3 نقط.
اما الرجاء البيضاوي فهو في المركز الاخير برصيد نقطه واحده. لازم نادي الرجاء يعيد حساباته في الفتره دي، لازم الثلاث مباريات اللي جايين مباريات مصيريه، مباراه كؤوس، الانتصار بالتسع نقط اللي جايين شيء اساسي لنادي الرجاء عشان يتاهل. اما نادي الجيش الملكي فعنده مباراه سهله المباراه القادمه قدام النيامه على ارضه، الثلاث نقط دول هيسهلوا عليه عمليه التاهل للدور القادم، وهتبقى مباراه ممتعه. مباراة الجولة اللي بعديها اللي فيها النادي الأهلي ونادي شباب بلوزداد وأورلاندو واستاد أبيجان. طبعا المجموعة دي كان فيها مباراة الأهلي وشباب شباب بلوزداد، بس طبعا المباراة دي اتأجلت لارتباط النادي الأهلي، كان في مباراة باتشوكا في الانتر كونتيننتال كأس التحدي. طبعا النادي الأهلي ما قدرش ينتصر في المباراة رغم إن هو كان قريب جدا من الانتصار، وصل لضربات الجزاء والشناوي تألق في أول ركلة، بس في النهاية المباراة تروح لباتشوكا. مباراته مع شباب بلوزداد اتأجلت للحد القادم إن شاء الله. بالنسبة للمباراة التانية كانت ما بين أورلاندو واستاد أبيجان، انتهت بالتعادل 1-1. طبعا النتيجة كويسة، النادي الاهلي حاليا هو في المركز الثاني، اورلاندو في المركز الاول في الصداره عنده 5 نقط، الاهلي في المركز الثاني برصيد 4 نقط بس لاعب مباراه اقل، وشباب بلوزداد ب3 نقط، والنادي استاد ابيجان في المركز الاخير. طبعا مباراة الأهلي وشباب بلوزداد هتبقى مباراة مصيرية للفرقتين، النادي الأهلي طبعا بيسعى للانتصار عشان يفضل محافظ على صدارة الترتيب، شباب بلوزداد بالثلاث نقط دي ومع انتصار أورلاندو وصوله للنقطة ال5 وطلب بتحقيق 3 نقط مهمة عشان يقدر هو كمان يتأهل للدور المقبل. هتبقى مباراة نارية جدا ما بين الأهلي وشباب بلوزداد، وهنشوف النتيجة بتاعتها هتبقى إيه. في المجموعة الأخيرة نادي الترجي الرياضي التونسي بيستضيف نادي بيراميدز على أرضه، وسجرادا بيلاعب دوجليبا، المباراة اللي تنتهي بينهم بالتعادل 1-1 عشان تخلي كل فرقة عندها نقطة واحدة. أما في المباراة الجميلة الممتعة اللي كانت في ملعب رادس ما بين الترجي وما بين بيراميدز، المباراة اللي كانت فعلا فيها حماس وفيها إثارة طبعا بحضور جماهيري كامل في الملعب. نادي الترجي بدأ ضاغط في المباراة، حاول إن هو يسجل أكتر من هدف في بداية المباراة، لكن دفاعات نادي بيراميدز وقفت قدامهم لغاية ما يجي بلايلي ويقرر إن هو يعمل لوحة فنية جميلة جدا، وياخد الكرة من قلب الملعب ويتقدم ويخترق ويخش جوه ال 18 وبوم يحط الكرة في سقف شبكة الشناوي ويسجل هدف التقدم للنادي الترجي. طبعا نادي بيراميدز كان ليه محاولات في الشوط الاول بس ما كانتش بتشكل خطوره كبيره على النادي الترجي، وفي كره غريبه جدا في نهايه الشوط الاول كرة بتبقى طولية لنادي الترجي فيها نسبة كبيرة جدا تسلل، لكن الحكم ما يحسبهاش ويكمل فيها رودريجو اللي يشوطها في الشناوي وترد للمهاجم بتاع الترجي ويسجل هدف التاني عشان بنسبة كبيرة كده في نهاية الشوط الأول تبقى النتيجة 2-0. ادى إحساس سلبي جدا للاعيبة نادي بيراميدز اللي نزلت الشوط التاني، حاولت إن هي تسجل، حاولت إن هي تخلق فرص، وعلى الناحية التانية نادي الترجي حاول، بس أول نص ساعة أو 25 دقيقة من الشوط التاني كان في تسيد من نادي بيراميدز ومحاولات وفرص عن طريق ابراهيم عادل وعن طريق رمضان صبحي، لكن في اخر 10 دقائق ابتدى يتفنن لعيبه الترجي في تضييع الفرص، ضيعوا اكتر من كوره في الشوط الثاني كان منها كور محققه للتسجيل، لكن في النهايه تنتهي المباراه بفوز الترجي بهدفين مقابل لا شيء عشان المجموعه دي يبقى ترتيبها نادي الترجي في الصداره برصيد 7 نقط، بيراميدز في المركز الثاني برصيد 4 نقط، سجرادا هيبقى في المركز الثالث برصيد نقطه، ودوجليبا برصيد نقطه واحده. مباراه الجوله الجايه هتبقى اعاده لنفس المباريات اللي اتلعبت الجوله دي، يعني هنشوفوا نادي صن داونز بيلاعب الرجاء بس على ارضه وسط جماهيره، وهتبقى فرصه لنادي الرجاء لاخذ الصقر. هنشوف الجيش الملكي بيلاعب منياما على ارضه، الهلال السوداني في ليبيا هيلاعب مولوديه الجزائر في مباراه تبقى قويه برده وممتعه، انتصار الهلال السوداني هيضمن له التاهل. مباراه شباب بلوزداد والنادي الاهلي في الجزائر هتبقى مباراه قويه جدا وصعبه على الفرقتين، هتبقى في مجموعه مباريات قويه. نادي بيراميدز هيستضيف نادي الترجي على ارضه وسط جمهوره في مصر في القاهره، فهتبقى مباراه برده صعبه على الطرفين. لغايه دلوقتي انا شايف انه الفرق العربيه بتاعتنا مأديه كويس الا المجموعه اللي فيها الرجاء وصن داونز. طبعا صن داونز هو اللي واخد الصداره، حابين ان الرجاء يدخل في المنافسه ويوقع صن داونز المباراه اللي جايه. نادي الهلال شابوه 10/10 بالنسبه لمولوديه الجزائر بنسبه كبيره ان شاء الله هيقدر يتاهل بالاربع نقط. الجيش الملكي مؤدي اداء جيد حتى الان. على الناحيه الثانيه الترجي وبيراميدز هيبقى لهم حظوظ الاسد في التاهل في المجموعه دي. نتمنى التوفيق لانديتنا العربيه. احب اسمع رايكم في الكومنتات، شايفين مين الفرق الاقرب للتاهل؟ متنسوش تدعمونا بلايك للفيديو وتشتركوا في القناه، والى اللقاء في فيديوهات اخرى ان شاء الله.